ابن جوزي كل يوم كان بيقفل على نفسه في أوضته، ولما شفت كل اللي بيعمله وكمان شفت اللي على تليفونه قلت له خليك معايا واسمع كلامي وأنا هعمل أحسن منهم وزيادة كمان. واللي بقيت أعمله كل يوم حاجة هتكون مفاجأة للجميع. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم. النهاردة هحكي لكم قصة مثيرة جدا، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما كانش قدامي حل غير اللي أنا عملته ومحدش يلومني عليه. اتجوزت مرة قبل كده وما خلفتش، وفضلت عايشة مع جوزي 4 سنين وانفصلنا. بعد كده عشت مع والدتي أكتر من 7 سنين، وما كنتش بفكر في موضوع الجواز لأن كان عندي مشاكل خاصة، وما كنتش متوقعة إني أخلف في يوم من الأيام. لحد ما نسيت موضوع الجواز خالص. لقيت والدتي بدأت تتكلم معايا يوميا عن الموضوع وتقولي يا بنتي لو شفتك السنة دي مش هعيشلك السنة الجاية. أنا عايزاكي تتجوزي وتكوني مع راجل يحميكي ويخاف عليكي. وبصراحة ما كنتش بقتنع بكلام والدتي في الأول، لحد ما لقيتها بتترجاني فعلا. اتقدم لي عرسان لكن أغلبهم كانوا كبار في السن، لحد ما تقدم لي واحد ما كانش كبير قوي، كان عنده 51 سنة. وعلشان كان مبسوط ميسور الحال وكمان عنده دخل جيد كان باين عليه العز. اللي يشوفه يقول إنه لسه شاب مهتم بشكله ومظهره. وبصراحة هو كان أكتر واحد عجبني في كل اللي تقدمولي، علشان كده وافقت عليه. بالرغم إنه كان عنده أولاد كبار ومتجوزين، وما كانش فاضل غير أحمد ابنه الصغير، وكان على وشك إنه يخطب ويتجوز زي أخواته. وطبعا أنا كنت هتجوز في نفس البيت اللي جوزي عايش فيه مع أولاده. ومن أول ما اتجوزته هو كان كويس معايا جدا، لدرجة إنه طلب مني إن والدتي تيجي وتعيش معايا في نفس البيت علشان أكون مطمنة عليها وكمان أخدمها. ودي أكتر حاجة طمنتني وخلتني أوافق عليه. حسيت إنه هيهتم بيا وكمان هيراعي مشاعري. ومن أول ما اتجوزته عمري ما كان في بالي إني أعمل أي شيء غلط، بس غصب عني من التصرفات اللي كنت بشوفها يوميا هو ده اللي حصل. وفعلا فضلت عايشة مع جوزي ووالدتي كانت عايشة معانا، لكن للأسف والدتي ما عاشتش كتير. بعد سنة ونص توفت. وطول السنة ونص دي كان أحمد ابن جوزي بيجي ياكل ويشرب معانا في البيت على طول. وكنت بعمل له أكل معين لأنه كان كابتن في الجيم وكان له أكل محدد هو اللي كان بيطلبه مني. ما كانش له كلام كتير مع أي واحدة من حريم إخواته، لأن في واحد مسافر والتاني بيسافر يشتغل وبينزل كل شهر أجازة، وكل واحدة فيهم يا بتروح عند والدتها يا قافلة شقتها على نفسها. علشان كده كان بيجي عندي، وأنا كنت بعمل له أي حاجة يطلبها مني أو أي حاجة يحبها. وطول ما والدتي كانت عايشة معايا عمري ما فكرت في حاجة زي دي، كأنها كانت شاغلة تفكيري لأنها ما كانتش بتتحرك، وأنا اللي كنت بخدمها وبشوف طلباتها. لكن بعد وفاة والدتي بدأت آخد بالي من كل حاجة حواليا، وأهتم بنفسي وكمان بشكلي وطريقة لبسي، لأن ما كانش فارق معايا طول السنتين دولت غير والدتي. هي كانت كل حاجة بالنسبة لي. حتى ما كنتش بهتم بجوزي قد ما كنت بهتم بيها. لكن بدأت أفوق لنفسي وأفكر بشكل مختلف، وفين وفين لحد ما اكتشفت إن جوزي خلاص ابتعد. بقيت أتكلم مع نفسي وأقول: هو أنا هفضل عايشة كخدامة فقط؟ أخرج من خدمة والدتي بعد وفاتها أدخل على خدمة جوزي اللي خلاص دخل في سن وكمان ابتعد؟ ما كنتش عارفة أعمل إيه. مش عارفة حظي هو اللي قليل ولا مكتوب لي أعمل اللي عملته ده. وغصب عني كنت بحاول أبعد نفسي عن أي فكرة مش كويسة أو أي حاجة تغضب ربنا. لحد ما حصلت ظروف ومشاكل في البيت عندنا، لأن الشقة اللي أحمد ابن جوزي اللي كان هيتجوز فيها ما كانتش متشطبة. ولما الصنايعية جم علشان يشتغلوا فيها وكمان يشطبوها لأنه كان ناوي يخطب ويتجوز، طبعا ما كانش له مكان يعيش فيه غير إنه ينزل ويعيش معانا في شقتنا. وطبعا في الوقت ده كنت أنا اللي بخدمه وبشوف طلباته وأنا متعودة على كده. بالرغم إنه مر 3 سنين على جوازي وما كنتش خلفت من جوزي، وكنت عارفة إني أنا أصلا مش هخلف، بس ما كنتش عارفة إن المشكلة اللي عندي اتحلت ولا لأ، ولا المشكلة من جوزي لأنه كان أكبر سنا وكمان ما كانش بيحصل بينا شيء مهم. مرت الأيام على كده، وجوزي خلى أحمد يفضل عايش معانا لحد ما يخطب ويتجوز. وأنا كنت بخدمه وبعتبره زي أخويا الصغير لأن فرق السن ما كانش كبير قوي. هو كان عنده 25 سنة. وكل ما كنت بشوفه راجع من التمرين ما شاء الله كان شكله وسيم وكمان جسمه رياضي. كنت بحس إن جوزي ما عندوش حق إنه يجوزه بنت عمه اللي لم تكن جميلة بالمرة، لمجرد إنها كانت دكتورة وكمان عشان المرتب اللي بتاخده. لكن أحمد كان رافض تماماً إنه يتجوز بنت عمه أو حتى يخطبها، لأن بصراحة شكلها ما كانش جذاب. وطول الوقت علشان إحنا كنا قريبين من بعض كان بيقعد ويتكلم معايا ويقول لي: رأيك إيه؟ وياريت تقنعي أبويا إنه يشيل فكرة جواز بنت عمي دي من دماغه.
بصراحة ما قدرتش أكذب عليه وقلت له: أنت أحلى منها بكتير ومن حقك تختار الإنسانة اللي أنت عايز تكمل حياتك معاها وتكون مبسوط. مش عارفة إيه اللي خلاني أقوله الكلام ده يوميها، ولقيت نفسي كنت بقوله بصراحة: أنا بخسرك، سواء بنت عمك أو غيرها مفيش حد يستاهلك. ومن هنا بدأ يحس إني أنا مهتمة بيه وكمان بدأ يفهم كلامي اللي كنت بحاول أخبيه من بعد وفاة والدتي. لكن للأسف بعد كده ما بقاش سايبني في حالي، وطول الوقت يقولي أنا كنت فاهم كل الكلام ده بس كنت بكدب نفسي. يوميها قلت له: أنت فهمت كلامي غلط وأنا ما كانش قصدي كده خالص. لقيته بيقولي: أنا اللي كنت غافل وما كنتش واخد بالي من حاجات كتير حواليا من سنين. ومن هنا بدأت ألوم نفسي لأني حكيت له حاجة زي دي، لأنه ما بقاش سايبني في حالي، وكل ما جوزي ما يكونش موجود في البيت يحاول يتكلم معايا في حاجات كتير. بصراحة كنت بصده دايما وأقوله ما تتكلمش بالطريقة دي، وكنت بحاول أتهرب منه لحد ما في يوم بنت جوزي تعبت، اللي هي من مراته اللي توفت، لأنه كان عنده 3 ولاد وبنت واحدة. وطبعا على طول رحت أنا وجوزي وأحمد ابنه علشان نطمن عليها، لأنها كانت متجوزة في محافظة تانية بعيدة عننا. رحت واطمنت عليها وخدمتها وعملت لها كل حاجة هي عايزاها في البيت عندها. لكن للأسف البيت كان مليان من حماها وحماتها وكمان إخوات جوزها. جوزي كان رايح على أساس إنه هيبات أو كلنا هنبات ونروح تاني يوم، لكن يوميها من كتر ما البيت كان مليان لقيت أحمد بيقول لباباه: يلا علشان نمشي. يوميها بنت جوزي قعدت تعيط وتقول لباباها: خليك معايا النهارده. ولقيت أحمد بيقوله: خلاص خليك وأنا هاخد طنط نوال ونروح النهارده، وبكرة لو عايزها تيجي هبقى أجيبها لك. لحد هنا جوزي ما كانش راضي، كان عايزني أكون موجودة، بس طبعا أحمد قاله: البيت هنا مليان من جوز أختي وكمان باباه ووالدته، وهي مش هتكون براحتها، ولو عايزها تيجي بكرة هجيبها بالعربية. لحد هنا فعلا لقيت جوزي بيقولي: وماله، روحي انتي وأحمد ولو عزتي أي حاجة هتصل عليكم، ولو انتي عايزة تيجي يبقى أحمد يجيبك بالعربية. ومشيت يوميها وأحمد حاول يتكلم معايا طول الطريق، وأنا ساكتة وما بردش عليه كأني كنت حاسة اللي هيحصل بالظبط. وطبعا كل ما يحاول يتكلم معايا كنت بصده، لحد ما وصلنا للبيت ولقيت طريقة كلامه معايا اتغيرت خالص، وبيقولي: صدقيني مفيش حد هيعرف أي حاجة عن اللي هيحصل ده، وكمان والدي مش موجود وفرصة زي دي مش هتتعوض. يوميها لقيت نفسي بتخانق معاه وبقوله: لو اتكلمت معايا بالطريقة دي تاني أنا هتصل على والدك وهحكيله على كل حاجة. وفعلا يوميها لقيته ساب البيت ومشي، وحمدت ربنا إن اليوم ده عدى على خير. وتاني يوم بتصل على جوزي لقيته بيقولي: أنا مش هسيب بنتي النهاردة كمان، أنا هفضل جنبها، حاسس إنها محتاجالي. بصراحة نفسيتها تعبانة وهي لسه تعبانة شوية. فعلا جوزي فضل عند بنته، وأحمد طول اليوم ما شفتوش خالص ولا حتى جه البيت. ما كنتش عارفة هو راح التمرين بتاعه ولا لأ، وما كنتش عارفة هو رايح فين من بعد ما اتخانقت معاه بالليل وساب البيت ومشي. كنت فاكرة إنه مش هيرجع البيت لحد ما والده يجي عندنا، وقلت أكيد هو كلم والده وعارف إنه هيفضل موجود هناك وهيبات عند أخته في البيت وخلاص اليوم على كده. وكنت مطمنة والحمد لله ما حصلش أي حاجة تضايقني أبدا، لحد طبعا ما لقيت الباب بيخبط، وطبعا كان أحمد وكان راجع وكان الوقت متأخر. استغربت لما شفته كده لأنه كان باين عليه إنه متبهدل وكمان مش في حالته الطبيعية. ولما سألته: أنت كنت فين طول اليوم؟ لقيته عمال يضحك ومش عارف هو بيقول إيه، وقال لي: أنا كنت مع أصحابي. وطبعا يوميها لقيته بيتكلم معايا بطريقة غريبة وما كنتش متوقعة إن كل ده هيحصل. لقيته بيقولي: أنا مش فارق معايا أي حاجة، وعايزك تروحي وتحكي لوالدي على اللي هيحصل ده، روحي واحكي له عليه. وفعلا يوميها ما سابنيش وحصل بينا كل حاجة في اليوم ده. ومن بعد اللي حصل ده أنا بقيت زعلانة جدا، بالرغم من إنني كنت بفكر في الموضوع ده قبل كده كتير قوي، وعمري ما فكرت إني أحكي لأحمد ولا حتى أقوله. بس لما حصل ما كنتش متوقعة إن أنا هكون مخنوقة وكمان زعلانة بالشكل ده. لكن للأسف من بعدها ما سابنيش، وكنت فاكرة إن لحد ما والدي يرجع البيت عندنا تاني عمر الحاجة دي ما هتحصل أصلا. لكن للأسف من بعدها أحمد ما بقاش يروح التمرين بتاعه، وبقى مقضيها سهر مع أصحابه طول الوقت، وكمان ما بقاش سايبني في حالي. لحد ما لفت الأيام واكتشفت الحاجة اللي عمري ما كنت أتخيلها.
تعبت جدا، ولما رحت علشان أكشف وأشوف إيه اللي عندي اكتشفت إن أنا حامل في الشهر التاني. ودي كانت الصدمة بالنسبة لي. منين أنا حامل ومنين أصلا أنا كان عندي مشاكل في الحمل وما كنتش بخلف؟ ومش عارفة المشكلة كانت عندي من بعد ما اتجوزت جوزي ولا كانت عنده هو، علشان أنا كنت متجوزاه وهو كبير في السن. ما كنتش متوقعة إن أنا هخلف منه ولا حتى كشفت على موضوع الحمل ده. ومن بعدها وأنا ما بقتش عارفة أعمل إيه، وخبيتها على أحمد وما حكيتلوش أي حاجة خالص. وطول الوقت من بعد ما عرفت إن أنا حامل وإن دي حاجة كنت بتمناها، واتطلقت من جوزي الأولاني بسبب موضوع الحمل ده، وأنا نفسي ما أخسرهوش ومش عارفة أعمل إيه. عارفة إن اللي بعمله ده هيغضب ربي، بس دي فرصة وجاتلي، ومش عارفة لو أحمد عرف حاجة زي دي هيوافق عليها ولا لأ. وأنا لحد دلوقتي مش عارفة آخد قرار. ياريت كل اللي يسمع حكايتي يقولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. فعلا أخلي الحمل ده لأن دي حاجة كانت في نفسي، ولا أنزله من غير ما أي حد يعرف؟ ياريت كل اللي يسمع حكايتي يقولي أعمل إيه وأتصرف إزاي.